في سؤال ناس كتيرة بتقول ازاي اؤمن بإله انا مش شايفه؟ انا ما شفتش ربنا، ازاي اؤمن بحاجة ما شفتهاش؟ احب اقول لك ان انت موجود هنا في الدنيا علشان تؤمن بالغيب مش بالرؤية. انت اصلا هنا اساسا موجود علشان تؤمن بالغيب. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فده الاختبار بتاعك واللي على أساسه هتحدد مصيرك. أنت هتؤمن بالغيب هتدخل الجنة، هترفض وتكفر وتقول ما شفتش، واللي ما شفتوش ما يامنش بيه، واللي ما عرفوش ما قلتوش هتدخل جهنم. الموضوع مش هزار، وأنت حر في اختيار. إحنا مخلوقين بحيث لا نشوف ولا نسمع، لا ربنا سبحانه وتعالى ولا الملائكة. النظر عندنا قاصر عن رؤية حتى الملائكة، لكن في لحظة الموت هنشوف كل حاجة، بس بعد فوات الأوان، لما يكون الامتحان خلص وسلمنا ورقة الإجابة. وبعدين لو فكرت بالعقل، بس لو ربنا سبحانه وتعالى ظاهر قدامنا وشايفين الملائكة، شايفين الجنة والنار، شايفين كل حاجة، هو فين الامتحان؟ خلاص، ما هو كل الناس هتؤمن أساسا، لما بقاش اختبار. لكن الهدف هو إيمانك بالغيب، الإيمان الناتج عن العقل والدليل والتدبر. أي حد هيفكر ربع ساعة هيوصل لنتيجة وحتمية وجود الخالق سبحانه وتعالى. ما تفتكرش إن ملايين المسلمين من أول سيدنا آدم لغاية النهاردة كلهم آمنوا بالغيب، ورغم إن هم ما شافوش حاجة، لكن إيمانهم كان قوي، أقوى من اللي شاف بعينه.